رد فعل النادي الاهلي بعد ازمه امام عاشور قبل المواجهه المرتقبه مع انبي. امام عاشور يثير الجدل في الساعات الماضيه بعد دخوله في مناوشات جديده خارج الملعب مع احد الشباب باحد مولات القاهره الكبرى. وكشف مصدر داخل النادي الاهلي عن اولى خطوات وليد صلاح الدين مدير الكره بالقلعه الحمراء عقب الازمه التي تورط فيها امام عاشور لاعب الفريق الاول بعد مشاده مع شابين داخل احد المقاهي الشهيره بمنطقه التجمع اثناء وجوده برفقه اسرته. وبحسب التفاصيل بدأت الواقعة بمشادة كلامية حادة بين إمام عاشور وصديقه من جهة وشابين من جهة أخرى، ما استدعى تدخل قوات الشرطة التي اصطحبت الشابين إلى قسم التجمع الأول، بينما توجه إمام عاشور وصديقه إلى القسم بسيارتهما، حيث جرى تحرير محضر رسمي وجمع التحريات وسماع أقوال الشهود. وأشار المصدر إلى أن وليد صلاح الدين تواصل مباشرة مع اللاعب بمجرد علمه بالواقعة، وأبدى غضبه قائلا: ليه أمام مشاكل وأزمات وإحنا في فترة صعبة؟ ليرد اللاعب: يا كابتن أنا ما عملتش حاجة، هما اللي بدأوا بالغلط، وواحد منهم قال لي يا رب يجيلك صليبي، وانا ما ردتش عليه، وصاحبي هو اللي اتعصب واشتبك معاه. واكد المصدر ان مدير الكرة شدد على ضرورة انهاء الازمة سريعا، محذرا من اي ازمات جانبية قد تشتت الفريق، ومؤكدا ان النادي لن يتهاون مع اي خروج عن النص حفاظا على استقرار الفريق. وتأتي هذا الواقع قبل ايام قليلة من مواجهة الاهلي امام انبي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.